السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نحضر معكم اليوم كيك بصوص كراميل مع صوص شوكولا اللي تيجي ما شاء الله روعة في المذاق. فخليكم معايا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نوضعوا فيه زوج ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ ضروري، مع كأس الا ربع ديال سكر سنيدة او سكر الخشن، ثم كنضيف ساشي فاني واحدة، ومن بعد غادي نزيد عليهم قبصة ملح. فغادي نخلط المكونات جيدا بالضرب اليدوي فقط حتى كينسجموا ليا مع بعضهم. من بعد غادي نزيد عليهم كأس الا ربع او اقل ديال زيت نباتية. غادي نحاول انني نخلط جيدا حتى كندخلها مع المكونات. ثم غادي نضيف عليهم كأس الا ربع ديال الحليب، وغادي نخلط جيدا المكونات. وهنا كيبقاو ليا فقط النواشف، وهنا غادي ندوزو باش نغربلو النواشف. عندي زوج الكؤوس ونصف ديال الفورس او الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. غادي نضيف عليه زوج المعالق كبار ديال الكاكاو المر، زوج المعالق اللي يكونوا مملوئين كما كتلاحظوا. كنحاول انني نغربلهم على زوج ديال الدفعات، فغادي ندير نصف في الاول والنصف غادي نخليه المرحله الثانيه حتى كندخل الدقيق والكاكاو مزيان مع الخليط حتى ما كيبقاوش ليا حبيبات كما غادي تشوفوا معايا. فصراحه البنات هذا الكيك راه كيجي اسفنجي، ما كيحتاج اننا نسقيوه بتاتا، كيجي خفيف. فهنا غادي نغربل المره الثانيه كما كتلاحظوا الدقيق اللي بقى ليا. صافي غادي نحاول انني ندخله جيدا في مع الخليط، وغادي نضيف واحد زوج من خميره الحلويات 16 غرام. صافي وكنخلط جيدا حتى كي يتخلط ليا الخليط. ومن بعد ما تاكدت ان الدقيق ما بقاش ليا ما بقاوش عندي حبيبات في الكيك، كنوضع ملعقه كبيره ديال الخل اللي الصراحه راه كتساعد الكيك باش كيجي هشيش وخفيف، فعندها واحد الدور اللي هو كبير في الكيك. صافي كنحاول انني نطربها مزيان كما كتلاحظوا حتى كندخلوها مزيان مع الخليط. وهنا كيكون الخليط ديالنا واجد، غادي نوضعوه في المول اللي دهنته بشويه ديال الزبده ودرت فيه شويه ديال الدقيق كما كتلاحظوا. تقدروا ديروا الكاكاو. نفرغ فيه هذاك الخليط صافي. وهنا راه كندخل الكيك الفران يكون بارد، حتى كندخل المول عاد كنشعل 180 درجه، كنشعل غير لتحت حتى كيطيب كيبان لنا انه تنفخ، عاد كنشعل عليه الفوق. وهنا من بعد ما خرجتها من الفران راه كنخليها حتى كتبرد تماما، عاد كندير هذه المرحله. فكناخذ اي حاجه عندي تكون دائريه من التحت، كنحاول انني نثقب بها الكيك كله كما كتلاحظوا بهذه الطريقه. وهنا غادي ندوزو باش نحضروا الكراميل. عندي كاس الا ربع ديال سكر سنيده او سكر الخشن اللي غادي نوضعهم فوق بوطه اللي تكون مهيله حتى كيذوب لي داك السكر. كما كتلاحظوا راه كنبقى كنخلط غير بالكاسروله، ما كنديرش هنا معلقه حتى كيذوب تماما، تيبقاو غير شي حبيبات كما كتشوفوا. عاد كنستعمل ملعقه الخشب هكا باش كنساعد ان هذوك الحبيبات اللي بقاو يذوبوا. وهنا من بعد ما داب داك السكر كنوضع عليه ملعقه صغيره ديال الزبده اللي غادي نحاول انني نخلطها حتى كتذوب ليا تماما. عاد كنزيد واحد فلون كراميل كما غادي تشوفوا معايا. هذا راه كيجي الصراحه رائع. كنبقى كنوضع غير شوي بشوي، راه كنقصوا هنا البوطه مزيان تكون مهيله، حيت فلون كراميل تيكون بارد وكنوضعوا على هذاك السكر سخون راه تيطلع واحد البخار مجهد بزاف.
فحاولوا انكم ديروا النار تكون مهيله. صافي كنبقى ندير فيه شويه بشويه، راه دغيا كيذوب. وكنبقى نحركو هكا بالملعقه حتى كيذوب ليا كله، وغادي نخليه واحد 2 دقائق ولا 3 من فوق البوطه. صافي راه تيكون الكراميل ديالنا واجد. وهنا باش نتاكدوا ان الكراميل وجد غادي ندير واحد شويه في واحد الزلافه كما كتلاحظوا. صافي كنبقى ندير ليه هكا بالمعلقه وتيبقى كيتعلق، فعرفوا راه واجد. وهنا من بعد ما برد لينا الكراميل تماما وتعلق لينا مزيان، صافي كنبقى كنديرو في هذوك الثقوب اللي درت في الكيك، كنعمر بهم مزيان معلقه ولا بوش، مهم باش ما درتو عمرو مزيان دوك الثقوب. راه كتجي واحد التعليكه خطيره في الكيك، والله العظيم البنات راه كتجي ما شاء الله. صافي غادي نكمل وغادي ندوز باش نحضر الكريمه. فهنا الكريمه عندي نصف لتر من الحليب اللي غادي نوضع عليه كأس الا ربع او اقل ديال سكر سنيده والسكر الخشن، 2 المعالق كبار ديال النشا، و2 المعالق كبار ديال الكاكاو. فغادي نخلط جيدا وهما باردين، نخلطهم مزيان حتى كيذوبوا ليا، عاد كنوضعهم من فوق النار. وهنا على نار متوسطه مع التحريك المستمر كنبقى نحرك فيه حتى كيعقد ليا، وكنزيد عليه واحد الملعقه صغيره ديال الزبده حتى كتذوب ليا مزيان. صافي وراه تيكون الكريمه ديالنا واجده وهي سخونه. غادي نوضع عليها واحد شويه ديال الشوكولا، النوعيه كتبقى على حسب الاختيار، ومباشره كنوضعه من فوق الكيك وهو سخون. الكيك راه عندنا راه اصلا بارد. صافي كنحاول انني نفرغه من فوق الكيك عفوا كله، ونحاول انني نقاد ليه الوجه ديالو وندخله للثلاجه غير يبرد، ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم. هنا من بعد ما برد ليا غادي نوضع فيه فوق حبيبات الشوكولا. المهم التزيين كيبقى اختياري، اللي متوفر كنزينو به. وهنا غادي ندير عليه خطوط الكراميل، شاط ليا واحد شويه ودرت به هكا خطوط من الفوق. فالصراحه البنات راه تتجي ما شاء الله، غير جربوها راه كتجي واحد التعليكه خطيره. فغادي نقطع معكم وتشوفوها من الداخل. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم البنات، راه كتجي غزاله ما شاء الله وكتستحق التجربه. ف الا جربتوها وعجباتكم فردوا عليا في التعاليق، ونتمنى انكم تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء باش تعموا الفائده. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله او وصفه جديده، ومع السلامه.